أعزائي الأصدقاء، اليوم يعد يوما مفتوحا لدى الجامعة القرغيزية الروسية السلافية، حيث يخبرونكم بعض ممثلون جامعتنا من الدول العربية والهند عن بعض الميزات القبول في جامعتنا والعيش هنا وكيفية الدراسة وبعض المعلومات عن التخصص الذي ستختارونه. وإذا أصبح لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم السؤال أو التواصل معنا عبر الأرقام أو البريد الإلكتروني الذي سيظهر أسفل الشاشة. حيثما وجدت الجامعة الروسية القرغيزية السلافيانسكي وجد المستقبل. الجامعة الروسية القرغيزية جامعة فريدة من نوعها، وهي وليدة الجمهوريتين الروسية والقرغيزية، كما أنها تقدم خدمات تعليمية لصالح الطلاب وبلدانهم. كما أن الجامعة الروسية القرغيزية معروفة في أكثر من 20 دولة في العالم، وتمنح الجامعة شهادتين باللغة الروسية والقرغيزية، وكلاهما معترف بهما في هذه الدول. وهذا مؤكد ب 380 اتفاقية تعاون بين الجامعات للدول المستقلة عن روسيا ودول أوروبا وآسيا. أثناء العام الدراسي 2019 و2020 اجتازت الجامعة اختبار الاعتماد بنجاح، مما يؤكد جودة العملية التعليمية وامتثالها للمعايير التعليمية للبلدين. وهذا الاعتماد يؤهلها لمنافسة جامعات البلدان رابطة الدول المستقلة عن روسيا وغير المستقلة. في 2011 تحولت الجامعة إلى نظام قائم على مستوى المتخصصين والتخصصات على جميع المستويات التعليم العالي، البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا. في الجامعة 7 كليات و92 قسم، حيث يدرس أكثر من 9000 شخص. يتم توفير العملية التعليمية من قبل أكثر من 1000 شخص من بين أعضاء هيئة التدريس، ومنهم 70% لديهم درجة الدكتوراه. وقد حصل 7 من موظفي الجامعة على جائزة دولة جمهورية قرغيزستان لمساهمتهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا. بجهود هؤلاء المعلمين مستوى طلاب الجامعة في تحسين مستمر. في العام الماضي وحده حصل طلاب كلية الطب في الأولمبياد والمسابقات الدولية والوطنية على 58 جائزة. توفر الجامعة الظروف لاشتراك الطلاب في البحث العلمي وخلق بيئة إبداعية وربطهم بالأنشطة التجارية ذات الصلة. في عام 2019 شارك الطلاب كلية الاقتصاد في الجامعة في المسابقة الدولية 100 فكرة، وقدموا بنجاح مشروع جرو أب، وقبل ذلك تم الاعتراف بالعمل كأفضل مشروع لتكنولوجيا المعلومات في قرغيزستان. الجامعة لديها كلية ومدرسة ثانوية للتعليم العالي، وبرنامج التعليم المهني الثانوي، والتعليم العام الأساسي والإضافي، والبرامج المهنية، وهذا بناء على التشريعات القانونية في الاتحاد الروسي وجمهورية قرغيزستان. تعتبر هذه الجودة من التعليم مطلوبة في قرغيزستان وروسيا وكذلك في البلدان الأخرى. هذا العام نحتفل بذكرى 75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. طلاب الجامعة في هذه الأيام الهامة أعلنوا عن مشاركتهم في الإنجاز العظيم لجيل الفائزين. في سياق مكافحة جائحة كورونا، ساعد طلاب الجامعة في مكافحة هذا المرض بتوصيل الأدوية للمرضى، وقدم طلاب كلية الطب في الجامعة المقيمين في الخطوط الأولى أروع التضحيات، وقاتلوا من أجل صحة الناس في المراكز والمؤسسات الطبية في قرغيزستان، لأنهم يعرفون ويدركون أنه حيث يوجد طلاب الجامعة القرغيزية الروسية يكون الانتصار. Дорогие друзья, сегодня мы хотим вам рассказать о أصدقائي الأعزاء، نحن نريد أن نقدم لكم جامعتنا القرغيزية الروسية السلافية، ونحدثكم عن فرص التعليم ما بين الثقافات، وعن كيفية دراسة طلابنا الأجانب في جامعتنا. أنشئت جامعات الروسية القرغيزية السلافية على أساس اتفاق بين حكومتي الاتحاد الروسي وجمهورية قرغيزستان في عام 1993.
كانت الجامعة هي الأولى التي كانت مشتركة بين الحكومتين، وهدف هذه الجامعة كان تقوية ومشاركة طلاب من جميع البلدان نحو العالم. وهذه الجامعة تعرف عن ثقافات كلتا البلدين روسيا وقرغيزيا. ومنذ أن أنشئت الجامعة بدأوا الدراسة بعض الطلاب الأجانب، بالتأكيد كانوا ببداية من روسيا وكازاخستان وطاجيكستان، الدول القريبة من قرغيزستان. في الوقت الحالي نحن تطورنا وأصبح لدينا 1607 طالب أجنبي الذين يشكلون 20% من إجماع عدد طلاب الجامعة القرغيزية الروسية السلافية. وتتعاون هذه الجامعة مع 462 جامعة مرموقة في جميع أنحاء العالم. كما أن جامعتنا تتميز بأنها تمنح الطالب شهادتين، شهادة الجمهورية القرغيزية وحكومة روسيا. في عام 2015 بدأت الجامعة تدريب المتخصصين الطبيين في اللغة الإنجليزية للطلاب الذين هم من مواطني الهند، واليوم هم قادرين على العمل في أي بلد في العالم مع معرفتهم المكتسبة في جامعتنا. ويقوم بمساعدتنا شارما إشفاري نارايان الذي يعد المعاون الوحيد للجامعة لتسجيل الطلاب من الهند، والممثل للدول العربية رضا الصبري. لدينا القدرة بتقديم دروس تحضيرية لتعليم اللغة الروسية للأجانب. التدريس يكون باللغة الروسية لبعض الطلاب، أما للطلاب الأجانب باللغة الإنجليزية. ونحن مستعدون لمساعدة الطلاب بجميع متطلباتهم سواء كانت خاصة أو عامة، ومن الأمن إلى الأمان والصحة وإلى ما ذلك. وفي هذا العام يمكنك التسجيل من خلال هذا الموقع الخاص للجامعة وتقديم جميع المعلومات المطلوبة والأوراق، وكذلك يمكنكم إيجاد أرقام للتواصل مع ممثلين الجامعة في البلاد العربية أو إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني. في الختام نريد أن نقول لكم أن بلدنا بلد جميلة وساكنة وسكانها طيبون، والسكن هنا يعد مريحا جدا، ليس كدراسة فقط ولكن كمعيشة، وممتع جدا. والآن يشرفني أن أقدم الكلمة للممثل في الدول العربية رضا صبري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل السادة والسيدات طلاب طالبات الأعزاء المهتمين بالدراسة في الجامعة القرغيزية الروسية السلافية. أنا رضا السيد صبري، ممثل شركة MDS Imbex للدول العربية. الجامعة القرغيزية الروسية السلافية هي جامعة مشتركة بين حكومة دولة روسيا وحكومة دولة قرغيزستان، بتعطي شهادتين للبكالوريوس، الأولى من وزارة التعليم العالي الروسي والأخرى من وزارة التعليم العالي لجمهورية قرغيزيا. والجامعة معترف بها في معظم الدول العربية وفي حوالي 129 دولة على مستوى العالم، ومعترف بها في الميديكال بورد أوف كاليفورنيا، ومعترف بها في وزارة التعليم العالي للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الجمهورية السورية ودولة فلسطين، ويمكن معادلة شهاداتها في جمهورية مصر العربية وفي دولة الجزائر ومعظم الدول العربية. شركة MDS Imbex هي شركة قرغيزية تقع في مدينة بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزيا، وهي الشركة الوحيدة التي لها تعاقد مع الجامعة القرغيزية الروسية السلافية لتسجيل واستضافة الطلاب الأجانب بالجامعة. حاليا نستضيف عدد كبير من طلاب دولة الهند ومن عدة بلدان عربية، وبنقدم حزمة متكاملة من الخدمات ابتداء من القبول والتسجيل بالجامعة، ومرورا بالدعوة وتأشيرة الدخول وإجراءات الإقامة والتسجيل، ونقدم خدمة الاستقبال في المطار، ونقدم خدمة السكن، وهو سكن مخصص للطلاب من الدول العربية فقط لضمان مستوى أفضل من الأريحية في المعيشة. كما نقدم 3 وجبات يوميا مطبوخة داخل السكن بأيدي طهاة على دراية بالأطباق العربية. وبنقدم كافة أنواع الدعم الرسمي وغير الرسمي لما يواجهه الطالب من أي أمور
خصوصا كونه جديد بالبلد، لا يعلم اللغة ولا يعلم الأماكن. طبعا بالتعاون مع الجامعة القرغيزية الروسية السلافية قدمنا نوع من الدعم الاستثنائي خلال فترة الكورونا. بالتعاون مع إدارة الجامعة تم استضافة محاضرين السنة التحضيرية لإلقاء المحاضرات داخل السكن للعام الماضي، وما زال الدعم دائم مستمر لكل طلابنا وطالباتنا الأعزاء. الحقيقة احنا بنستقبل طلاب من عدة دول عربية، ولينا تعاقد في المملكة الأردنية الهاشمية من 2 مع المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية، وهم يمتازوا بالمصداقية وسرعة إنجاز الإجراءات. طبعا بندعو كل الطلاب المهتمين بالدراسة في الجامعة من الدول العربية بالتواصل مع شركتنا شركة إمبكس على الأرقام التي ستوجد أسفل الفيديو. كما ندعو طلاب المملكة الأردنية الهاشمية للدراسة في الجامعة من خلال التواصل مع المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية. بنسعد بتقديم بعض طلابنا الأعزاء، الطالب معاذ علي الزعبي في سنة أولى طب أسنان بعد السنة التحضيرية، والطالب أمجد ناجي عرار في سنة تانية طب بشري عام بعد السنة التحضيرية، وهم هيعكسوا تجربتهم في المعيشة في جمهورية قرغيزيا، وتجربتهم مع الجامعة القرغيزية الروسية السلافية، وتجربتهم مع شركة MDS إمبكس والوطنية للخدمات الجامعية. فليتفضل معاذ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسولنا الكريم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. إخواني وأخواتي أولياء الأمور الأفاضل، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الطالب معاذ علي الزعبي من المملكة الأردنية الهاشمية في الجامعة الروسية القرقيزية السلافية في بشكك في كلية طب الأسنان. في البداية، جامعتنا الحبيبة الحاصلة على الاعتماد من وزارة التعليم العالي الأردني والبحث العلمي الأردني، وكما أنها حصلت على الاعتماد من الاتحاد الأوروبي والمجلس الطبي في كاليفورنيا، وتحتل مرتبة متقدمة عالميا والأولى محليا في مستواها التعليمي والأكاديمي والتقني في جميع التخصصات المطروحة من طب وهندسة وآداب واقتصاد وغيرها، بالإضافة إلى منح الخريج شهادتين، الأولى من وزارة التعليم العالي الروسي والثانية من وزارة التعليم العالي القرقيزي. ولا ننسى رد الفضل لأهله من خلال المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية ممثلة بسعادة الأستاذ نزار المجدوب في وطني الحبيب الأردن، وهي المؤسسة المعتمدة من قبل شركة MDX إمبكس ممثلة بعطوفة الأستاذ رضا في بشكك. قاموا مشكورين بتأمين الوثائق والمستندات وتأمين الطلبة بالوصول إلى الجامعة بسلام وبمتابعة حثيثة وأيدي أمينة ورعاية أبوية أسرية لجميع المقبولين من طلبة وطالبات في الأردن والدول الشقيقة والصديقة. فوصلنا بشكك ووجدنا سكن الطلاب الراقي، حيث يتوفر فيه خدمة الطعام على أيدي طهاة متخصصين، ويتوفر الحارس للسكن على مدار الساعة. كما يتواجد المعنيين من شركة MDX إمبكس باستمرار للمساعدة والإجابة عن أي استفسار من قبل الطلبة والإرشاد، مما كان له دور في تقوية الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى الطالب وولي الأمر، بالإضافة إلى العلاقة الطيبة الملموسة والتنسيق عالي المستوى بين شركة MDX إمبكس والجامعة، حيث قاموا مشكورين بعمل اجتماع طارئ خلال فترة
مرض كورونا المعروف مرض كوفيد 19 المعروف بالكورونا. قاموا مشكورين بعمل اجتماع طارئ والخروج بقرارات حكيمة أساسها مصلحة الطالب وعدم هدر وضياع الوقت لعامهم الدراسي، حيث تم توفير المعلمين في السكن الطلابي. اسمحوا لي بالتنبيه أن المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية والشركة شركة MDX MBEX هم الشركتين المعتمدين لدى الجامعة. إن الحديث يطول وذات شجون نفيسة رائعة. أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يحمي وطننا الحبيب الأردن وبلد إقامة الجمهورية القرقيزية وبلاد العالم أجمع وجامعتنا الأبية من كل شر ومن كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معكم محدثكم الطالب أمجد ناجي عرار من السنة الثانية في كلية الطب في الجامعة القرغيزية الروسية السلفية للطب في بشكك. طبعا راح أحكي معكم اليوم عن تجربتي لحد هاي اللحظة بقرغيزستان وفي الجامعة. كلية الطب مقسومة لطب بشري، طب أسنان، طب أطفال. الطب البشري عبارة عن 6 سنين وبالإضافة للسنة التحضيرية، والطب الأسنان 5 سنين بالإضافة للسنة التحضيرية. بمجرد وصول الطالب إلى جمهورية قرغيزستان بدخل كورس لغة في الجامعة. بعد ما يمشي بكورس اللغة تقريبا 4-5 أشهر راح تنضاف له مواد أخرى زي أحياء، كيمياء، رياضيات، حتى بس الطالب يدخل بجو الجامعة، يدخل بجو المواد، يدخل بجو اللغة الروسية والمناهج تبعتها. بعد ما ينتهي من السنة التحضيرية بكل نجاح وتوفيق راح يدخل على السنة الأولى. نظام السنة الأولى مقسوم لنظام المجموعات، أكثر من مجموعة، عددهم طبعا بيكون مبني على عدد الطلاب المسجلين بهاي السنة وبجنسيات مختلفة، من قرغيز، من روس، من كازاخ، من عرب، بمختلف الجنسيات. وباقي النقطة إنه يطلع كل عربي بجروب لحاله. توجه طبعا إنهم يصقلوا شخصية الطالب بحيث إنه يعتمد على ذاته ويتعلم كيف يتحاور ويتناقش مع مختلف الجنسيات، يأخذ منهم ثقافاتهم، يأخذ منهم عاداتهم، يأخذ منهم تقاليدهم، يوسع مداركه، يوسع أفكاره بكل تأكيد. وبمشي إن شاء الله مشواره الطبي بالسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى أن يتخرج بالتوفيق. وبكل تأكيد من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني. فإحنا بنوجه الشكر لشركة MDX MBEX ممثلة بالسيد رضا السيد في بشكك على الخدمات اللي بيقدموها بالفيزا، إقامة، أوراق، بحيث إنهم بعطوا للطالب كل أريحية، والطالب ما بيتحرك، بحيث إنه يضل مركز على دراسته، وهم بيقوموا بالعمل كله. مشكورين طبعا. اليوم يدرس حوالي 3000 طالب في الجامعة في كلية الطب، ثلثهم من مواطنين الدولة القريبة والبعيدة. اليوم لدى الكلية مراكزها التعليمية والطبية الخاصة بها، وأكثر من 20 قاعدة سريرية، وبدأ كل شيء من حجرة صغيرة وبشكل متواضع. كان هنالك قسم واحد فقط، كنا فريقا محددا، لأنه لم يكن هنالك عدد كاف من الناس. كان من المستحيل إنشاء قسم منفصل للتشريح أو الفيزياء وما إلى ذلك. كان المعلمون في الغالب غير متفرغين. نعم، ليس في الغالب، بل كانوا غير متفرغين. واجه إنشاء كلية الطب مهام صعبة كان لابد من حلها في أقرب وقت ممكن. في ذلك الوقت كان هناك نقص حاد في الكتب الطبية في الجامعة. حاول موظفو الجامعة توفير الكتب الأدبية للأطباء الشباب بكل قوتهم واتصالاتهم. كان الطلاب في الجامعة ينتظرون الكتب الدراسية، والكتب الدراسية موجودة في موسكو. سألت أحد أصدقائي من الإدارة الرئاسية إذا كنت ستحلق علامة الطائرة في وقت ما، وتحدثت معه عن إمكانية إحضار هذه الكتب إلى هنا. وفي يوم من الأيام جاءت مكالمة من المطار تخبرنا بأن الطائرة الرئاسية هنا وفيها حمولة لنا. يخشى موظفو الجمارك الاقتراب منها أو تفريغها وتقع في منتصف المطار.
كل هذا كان في الماضي. الآن كلية الطب في الجامعة الروسية القرغيزية في قمة، وهي الأفضل. لديها هيئة تدريس قوية قادرة على حل المهام العالية والمسؤولة. يتم تدريب الطلاب من قبل الأطباء ذوي الخبرة العلمية الواسعة والخبرة في مجال التدريس. كنا نتحدث عن الذين يعلمون أي نوع من الناس هم. في الغالب يتم تدريسهم من قبل أشخاص لديهم أسماء معروفة ولا يحتاجون إلى التعريف، لكل من المتقدمين والطلاب. بداء من دراسة الطب حتى الطلاب السنة الأولى يشعرون بالمسؤولية التي تفرضها عليهم مهنتهم المختارة منذ اليوم الأول. يشاركون في مختلف المسابقات والأولمبياد والمهرجانات، حيث يتم تضمينه في الحياة التعليمية والعلمية للكلية. أنا منخرط في المجتمع العلمي الطلابي للقسم. تضم منظمتنا حوالي 30 طالبا، وهم أعضاء دائمون. نسافر معهم إلى العديد من الندوات الدولية والمؤتمرات الدولية والأولمبياد الجراحي. منذ وقت ليس ببعيد كنا في مدينة نوفوسيبيرسك، حيث كان هنالك الأولمبياد الدولي في الجراحة. أخذنا المركز الثالث هنالك، وأخذنا أماكن في مسابقات، وكان هنالك حوالي 13 مسابقة. طلاب الطب لا يتوقعون دراسة سهلة. قبل أن يصبح سيداً حقيقياً في حرفته يجب أن يقطع المستقبل شوطاً طويلاً. يتم الحصول على أهم تجربة في توفير الرعاية الطبية ورعاية المرضى من خلال الممارسة على الأرانب. نحن نجري تجربة على الأرانب، وهذه التجارب هي تدريب لنا على دورة الألعاب الأولمبية. الآن يتم إيقاف هذه الأرانب من التجربة بعدما حصلنا على النتائج المطلوبة من العمليات التي أجريناها على الأرانب والجرذان. اليوم تتكون الكلية من 37 قسماً. على مر السنين تم تدريب حوالي 4000 طبيب. في عام 2020 تم التخريج 21 من الأطباء، وال12 أطباء الأطفال وأطباء الأسنان، وال19 الطب الاختصاصي. تمكن العديد من خريجي الكلية من التسجيل وإكمال دراستهم بنجاح في برنامج الدراسات العليا والإقامة في الجامعات الطبية الأجنبية الرائدة. يعمل البعض الآن في الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل والهند وباكستان والصين. بنرحب معانا بالطالبة أمال عبد الله كريج، سورية الجنسية، وهي في السنة الرابعة كلية اللغات، وحابة تحكي عن تجربتها في المعيشة في جمهورية قرغيزيا ومزايا المعيشة في جمهورية قرغيزيا من حيث طبيعة البلد، طبيعة الأشخاص هنا، طبيعة المواطنين، ومن حيث الراحة والأريحية اللي بيجدها العرب في المعيشة هنا من كافة النواحي، من حيث الأمور الثقافية المشتركة مع الثقافة العربية والدين في مجمله، وأيضا عن تجربتها في التعامل بشكل عام من حيث موضوع الحجاب والحرية الكاملة اللي بتلاقيها في المعيشة هنا. معاكم أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمل عبد الله كريج، حابة أحكي لكم شوي عن العيشة بقرغيزستان بشكل عام للطالبة، سواء كطالب شاب أو بنت، بس حابة أركز شوي على عيشة البنات المحجبات. أولاً خليني أحكي عن قرغيزستان بسهولة عيشتها هون. هي قرغيزستان تعتبر بلد بسيطة جداً، صغيرة، مريحة، فيها بتتوفر كل المتطلبات للطالب، والعيشة لدرجة سهلة إنه الطالب بس يجي ممكن يعني خلال كم شهر يتأقلم ويحس حاله مرتاح وبين ناسه وشعبه، لأنه الشعب القرغيزي شعب لطيف جدا، مرحب بجميع الجنسيات. حابة أحكي إنه بقرغيزستان يعني أنا صار لي عايشة هون قديش ولا مرة واجهت مشاكل إني أنا عربية، إني أنا مو من جنسية هون، غير إنه الدين. يعني حتى بالجامعة سواء كان شعب قرغيزي، يعني يعتبر الشعب القرغيزي متدين أو روسي، ولا حدا من كلتا الجنسيتين بيحكوا عن الحجاب، بيتعاملوا معك باحترام كبير كتير.
يعتبر أنه البنت تقدر تعيش هون بحرية وما تتعرض لأي أذى من جهة الشباب. أنا بعرف أنه ممكن في أولياء أمور كتير يخافوا على بناتهم، بس أنا بقدر أحكي من خلال تجربتي إنه العيشة هون آمنة جدا للبنت. بتقدر البنت تحصل على سكن مع صديقاتها مثلا زملائها بالجامعة وتكون عايشة معاهم لحالها يعني بكل أريحية وأمان. كطبيعة قرغيزستان طبيعتها حلوة كتير، فيها الفصول ال4، برد بالشتوية بيكون كتير، والمي متوفرة مو مثل البلاد العربية مثلا. للأسف ممكن المي يكون شوي موضوعها أصعب، بس هون المي متوفرة ونظيفة، بتقدر تشرب دغري من الحنفية، يعني هذا بيدل على نظافة المي. كمان حابة أحكي إنه قرغيزستان بلد بتتوفر فيه المواصلات بشكل سهل جدا ورخيصة، يعني هي أسعارها معقولة كتير بالنسبة للرفاهية اللي بتقدمها لكل الطلاب اللي بيدرسوا هون. أنا كطالبة الجامعة الروسية السلافية القرغيزية ولا مرة تعرضت لأي يعني ممكن أحكي مضايقات من قبل المدرسين أو من قبل الطلاب، أو يعني إنه أنا متحجبة وأنا غير، يعني بالعكس دائما بحس حالي إني أنا بين أهلي وناسي. فحابة أدعي الطلاب والأولياء الأمور إنه ما يخافوا يبعثوا بناتهم على هاي البلد وشبابهم. إن شاء الله رح يتم عملية الدراسة بنجاح وبتوفيق، وشكرا. نرحب بالأستاذ نزار جمال مجدوب، المدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل مشكورا. مرحبا، معكم نزار مجدوب، المدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية في الأردن. مؤسستنا معتمدة لدى وزارة التعليم العالي الأردني منذ عام 1986. المؤسسة الوطنية هي الممثل الرسمي والوحيد للجامعة القرغيزية الروسية السلافية بالتعاون مع شركائنا الذين نفتخر بهم شركة MDS MBX. من مميزات الجامعة أنها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي الأردني، معتمدة من الاتحاد الأوروبي، مجلس طبي بكاليفورنيا، تصنيف رقم 1 من كل الجامعات القرغيزية، بالإضافة أن الطالب بحصل على شهادتين، وزارة التعليم العالي الروسي وزارة التعليم العالي القرغيزي. كمان أنه التكلفة المعيشية مناسبة للجميع، بالإضافة للحياة المعيشية رخيصة جدا. اللي حابب يدرس طب بشري، طب أسنان، طب أطفال، هندسات، يتوجه إنا لا تترددوا بالتواصل معنا على الأرقام الموجودة بالفيديو. وأهلا وسهلا فيكم، شكرا. نرحب بالأستاذ الفاضل علي سلامة الزعبي، ولي أمر كل من معاذ علي سلامة الزعبي، الطالب بكلية طب الأسنان الفرقة الأولى بعد السنة التحضيري، والطالب عون علي سلامة الزعبي الطالب بالفرقة الأولى كلية الطب البشري العام بالجامعة القرغيزية الروسية السلافية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يا رب لك الحمد والشكر على أن جعلت أبنائي طلاب علم لخدمة الإنسان والإنسانية. أسألك رب النجاح والتوفيق، ولك الفضل والمنة كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. وبعد، محدثكم علي سلام الزعبي من المملكة الأردنية الهاشمية، والد الطالب معاذ علي الزعبي في كلية طب الأسنان، والطالب عون علي الزعبي في كلية الطب البشري في السنة الأولى بعد التحضير في الجامعة القرغيزية الروسية السلافية KRSU. لقد شاءت الأقدار الطيبة أن يكون فلذات كبدي طلابا في هذه الجامعة بعد أن اهتديت إلى كل المعلومات عنها من مستوى متقدم بين الجامعات على مستوى العالم والإقليم ومحليا، بالإضافة إلى الاعتراف بشهاداتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، كون مستواها العلمي متقدم جدا عالميا
وخريجيها يتمتعون بدرجة عالية من الحرفية والمهارة في الميدان الطبي والميادين والبرامج الأخرى المطروحة في حرم الجامعة، بالإضافة إلى ما تتمتع به الجمهورية القرقيزية من أمن وأمان وطبيعة تحاكي طبيعة الحياة في بلادنا وشعبها وسكانها الطيبين وعلاقتها الطيبة مع دول العالم عامة والدول العربية والأردن خاصة. كل هذه كانت محفزات ودوافع لاختيار الجمهورية القرقيزية وجهة سفر لأبنائنا. فلم يأتي هذا من فراغ، فالإدارة الحكيمة والمعلومة المفيدة وحسن التخطيط والإدارة المميزة جعل الجامعة القرقيزية الروسية السلافية في طليعة المقاصد العلمية للطلاب وذويهم. ومما زادنا إيمانا بقدرات الجامعة التنسيق الدقيق والمدروس ما بين إدارة الجامعة وشركة MDS إمبكس في بشكك والمؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية الوكيل الحصري في المملكة الأردنية الهاشمية، ورقي الخدمات المقدمة للطلبة من قبل هذه المنظومة المتكاملة ومصداقية التعامل ودقة المواعيد. كل هذا يصب في مصلحة الطالب ويبعث على الطمأنينة. نرحب بالأستاذ الفاضل ناجي عرار، ولي أمر طالب أمجد ناجي عرار بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بالجامعة القرغيزية الروسية السلافية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد. محدثكم ناجي صبري عرار من المملكة الأردنية الهاشمية، والد الطالب أمجد عرار في السنة الثانية في الطب البشري بالجامعة القرغيزية الروسية السلافية KRSU في بشكك. إنها لفرصة طيبة للتحدث والشكر، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن رحلة أبنائنا في مشوارهم الدراسي قد بدأت، وحتى يتم النجاح لأي رحلة لابد من الإعداد والاستعداد الجيد. وكانت البداية من عمان، حيث المؤسسة الوطنية للخدمات الجامعية وفريقها الرائع يسرت كل الأمور بصدق ومصداقية عالية لبدء الرحلة. فلطاقم المؤسسة كل الشكر والتقدير. ثم اخترنا وجهة أبنائنا إلى الجامعة القرغيزية الروسية السلافية لعراقتها وقوة الدراسة فيها والأمن والأمان الذي تمتاز به جمهورية قرغيزيا. فكانت المحطة الثانية في الرحلة في بشكك، حيث تولى فريق شركة MDX إمبكس مسؤولية القبول والدعوة والاستقبال وإجراءات التسجيل والفحص الطبي والرعاية الوالدية على مدار الساعة والتواصل المستمر مع الأهل. فلطاقم المؤسسة والقائمين عليه في بشكك كل الشكر والتقدير. وفي الجامعة بدأت الدراسة لأبنائنا، فنقدم كل الشكر والتقدير والثناء لإدارة الجامعة والهيئة التدريسية الداعمة الراعية التي تؤمن بيئة آمنة للتعليم. فلإدارة الجامعة بقيادة المدير فلاديمير إيفانوفيتش
ومساعديه وطاقمه الذين يرعون أبناءنا أكاديميا وعلميا، لهم منا كل الشكر والتقدير والثناء. ولأبنائنا الطلبة الذين هم محور هذه الرحلة ومحور العملية التعلمية التعليمية، نقول لقد تضافرت كل الجهود وما زالت لخدمتكم لتحقيق أهدافكم ونيل الدرجات العلى في العلم، فكونوا على قدر المسؤولية بهمة وعزيمة وإرادة قوية. كيف لا؟ وفي نهاية الرحلة سيلتقي جميع الأطراف لتكريمكم، فرحين بنجاحكم وتخرجكم، والله الموفق وحافظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.